السلام عليكم، معكم قناتكم شهيوة سلمانات. كنتمنى فيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم حريرة بدون دقيق، لذيذة وصحية مزيانة الناس اللي عندهم مشكل في الجهاز الهضمي. حريرة مغربية أصيلة خفيفة وما كتقلش على المعدة. البنات اللي أول مرة كيشاهدوا الفيديوهات ديالي كنتمنى تدعموني بالاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا دائما في الجديد. على بركة الله نشوفوا المقادير. بالنسبة للمقادير عندي القزبور والمعدنوس مقردين، الكرافس أنا كنخلي داك الراس حتى هو كنديرو باش كيعطي البنة ديالو، الحمص مفزك ديجا، حبة ديال البصلة مقردة، هنا عندي 2 قرعات 2 خيزويات و بطاطا وحدة كبيرة مقردين، الشعرية تقريبا 3 صغيورة و العدس، 4 كاس تقريبا ديال الزيت. هنا عندي 5 ديال المطيشات مقردين ومطحونين بقشورهم وصفيتهم. هنا عندي الخرقوم، السكينجبير، البزار، الملحة وشوية ديال التحميرة قياس معلقة صغيرة. طريقة التحضير غادي ناخد كوكوط غادي ندير فيها المقادير ديالي من غير الشعرية ومطيشة والخضرة غادي نشوفو كيفاش غندير لهم في الأخير. هنا كيف كتشوفوا أنا درت التربيع البصلة. بالنسبة للكمية ديال المقادير راه نصيب ديال الحريرة عادي اللي كديروا الحريرة المغربية ديالنا كيف الطريقة ديالكم. الاختلاف كيبقى غير فاش كندوروها. ما كندوروهاش بالطحين. هنا درت المقادير ديالي كاملين. أنايا الكوكوط عندي ديال السيترو، هنا المقادير اللي وريتكم راه كيكفيو 4 الأشخاص حتى ل6 الأشخاص. غادي نزيد في الكوكوط الماء سخون على جميع المقادير. بالنسبة للماء أنا هنا تقريبا خدامني 1 لترو ديال الماء ولا لترو وربع على حساب كل واحد والقياس المقادير اللي غيدير. مهم أهم حاجة هو داك الماء خصو يكون مغطي لينا المقادير كاملين والماء يكون سخون. غادي نسد الكوكوط ديالي ونديرها طيب على عافية عادية تقريبا واحد 25 حتى 30 دقيقة. الجهد اللي غادي يطيب الحمص ديالي. البنات اللي أول مرة كيشاهدوا فيديوهاتي مرحبا بكم في قناتكم شهيوة سلمانات. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش تشوفوا دائما الجديد. الكود ديالي كطيب غادي نوجد الخضرة غادي نسلقها نديرها في كاسرول غنزيد عليها الماء سخون ونخليها تتسلق مزيان. ضروري خصها تسلق مزيان باش ملي كنطحنوها كتعطينا ديك الترميله كيجي داك الخليط مرمل. هنا غادي ندوروها بالخضرة في بلاصة الدقيق وهذا هو السر ديال الحريرة. راه كتجي خفيفة ما تشبعوش منها لأن داك الطحين هو اللي كيعطيها ديك التقولية ما كنقدروش نفوتو فيها زلافة. حليت لقيت الحمص طاب. هنا غنزيد شوية ديال الشعرية مع أنا كنزيد الشعرية وكنحرّك وغنزيد مطيشة ونبقى نحرّك، مرّة كنرجع نحرّكها باش ما تلصقش ليا، وغنخليه حتى طيب ديك الشعرية شوية ومطيشة حتى يطيبوا مزيان، وديك الساعات عاد غادي نزيدو الخضرة ديالنا. الخضرة ديالي وجدات غادي ندوز باش نطحنها. كنأكد عليكم خاصكم تخليوها تسلق مزيان باش من بعد منين نطحنوها غتطلق لينا ديك الترميلة ديالها، وهاديك الترميلة ديالها هي اللي كتعطي ديك الختورية للحريرة بحال كنديرو الطحين. غادي نطحنها مزيان هانتوما كتشوفوا الطريقة. الطحين عادي غديروها في البراميكسر ولا غادي ديروها في المولينكس عادي وتخليوها طحن مزيان. عرفتوا راه هاد الحريرة كتجي بنينة صراحة أنايا ما بقيتش كنستغنى عليها ولات عندي معتمدة. من غير أنها كتجي خفيفة حتى ديك الحلاوة ديال الخيزو مع الحموضة ديال المطيشة كتعطي واحد المذاق زوين. صدقوني غير جربوها راه ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. أنا ولات عندي ضروري نديرها لولادي واخا دابا الصيف راه درتها لوليداتي العشا حيت شوية الحال جاني هاد اليومين بارد قلت راه نحضرها اليوم. وكيف قلت لكم أنا راه ديما كنشارك معكم وجبات اللي كندير لوليداتي راه ما كنزيد عليكم ما كنقص. قبل ما نزيد الخضرة ديالي هنايا راه زدت واحد كاس ديال الماء تقريبا وغادي نزيد هاديك الخضرة اللي طحنا. بالنسبة للناس اللي ما توفرتش عندهم القرعة يقدروا يديروا غير بطاطا وخيزو، تقدروا ديروا غير بطاطا بوحديتها ولا خيزو بوحديتو. الناس اللي كيبغيو عاوتاني الحريرة تكون تقيلة خاترة بزاف يقدروا يزيدوا الكمية ديال الخضرة. أنا كنبغيها تكون خفيفة بحال لاصو تكون خفيفة. هنا كنزيد الخضرة وكنخلّط بحال كيف ما كندوروها بالطحين. كنخلّط وغادي نخلّيها تزيد طيب تقريبا واحد 10 ولا 15 دقيقة حتى ما كتبقاش ليا ديك الكشكوشة بيضا من الفوق وكتبان ليا الحريرة ديالي اختارت. الحريرة ديالنا وجدات
بالنسبة للسيدات اللي كيبغيو المذاق ديال السمن يقدروا يزيدوا معلقة حتى تغلي حتى الأخير تقريبًا ويزيدوا ديك معلقة صغيرة ديال السمن ويخليوها 5 دقايق حتى تغلي مزيان ويطفيو عليها. هنا كيف كتشوفوا راه اللون ديالها والشكل ديالها كيجي تمامًا بحال الحريرة اللي كنديروا ديال الطحين، راه ما كاينش فرق، بالعكس أن هادي الفرق فين كاين، كاين في المذاق. المذاق ديالها البنات راه كيجي رائع. كتجي خفيفة مزيانة الناس اللي عندهم مشكل في الجهاز الهضمي، كاينين بزاف د الناس ما كيقدروش يشربوا الحريرة حيت كتجيهم تقيلة في الليل، هادي راه ديال الخضرة واخا تشربوها بالليل راه كتجي رائعة، ما تخافوش منها. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، دائمًا في إطار شعاري وصفة بأقل تكلفة. بالنسبة للناس اللي كيشاهدوا لأول مرة القناة كنتمنى أنكم تدعموني بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس. شكرًا لكم، شهية طيبة.